خلي بالك وانت بتركب الجبسون بورد في شقتك لازم تفرق ما بين 3 انواع. تمام، بعيد عن الخامات اللي انت بتركبها. في خامات عاليه، في خامات سواء الخامه ديت خامه تركي او صيني او مش عايز اذكر اسماء شركات. بس في 3 انواع للجبسون بورد وانت بتركبهم في شقتك. لازم تكون عارف انت هتركب ايه في الغرفه، هتركب ايه في الريسبشن، هتركب ايه في الحمام، هتركب ايه في المطبخ. عندي 3 انواع للجبسون بورد: في جبسون بورد احمر، في جبسون بورد اخضر، وفي جبسون بورد ابيض. تمام، كل كامل الشقه بيركب فيها الجبسون بورد اللي هو الابيض اللي هو الطبيعي. تمام، زي ما انت شايفه معايا ده. تمام، المطبخ علشان المطبخ بيبقى فيه بوتاجاز او معرض للحراره كتير. تمام، ومعرض ايضا برضو للرطوبه، فبيركب فيه جبسون بورد. تمام، احمر. فالجبسون بورد اللي هو الاحمر دوت مقاوم للرطوبه ومقاوم للحراره. في الحمامات طبعا بيبقى لازم يكون الجبسون بورد اخضر. فعلشان كده بنركب اللي هو الجبسون بورد الاخضر علشان دوت مقاوم للرطوبه. لو جينا بصينا هنا في الشقه هنا زي ما احنا زي ما انتم شايفين، كل الجبسون بورد اللي راكب في كل مسطح الشقه بالمكتبه بكل التجاليد بيكون جبسون بورد ابيض. تمام، ده في كل الشقه سواء غرفه نوم او سواء في طرقه او سواء في ريسبشن. تمام، لو جينا بصينا مع بعض هنا على المطبخ، لو جينا بصينا هنا مع بعض على المطبخ هنلاقي الجبسون بورد هنا احمر. الاحمر برضو تاني هو مقاوم للرطوبه، مقاوم للرطوبه ومقاوم للحراره. انا بتكلم عن الجوده بتاعت الجبسون بورد او التقفيله بتاعته. فده مصنع خصيصا للاماكن اللي هي معرضه للرطوبه ومعرضه للحراره. لو جينا نبص هنا في الحمام، انا عندي هنا حمام الضيوف في الشقه. تمام، هنلاقي الجبسون بورد اللي راكب هنا جبسون بورد اخضر. فخلي بالك من ال3 حاجات دولت علشان ما تدخلش في مشاكل بعد كده في سواء الرطوبه او البخار، البخار اللي طالع من السخان او كده. فكل شيء تمام له مكان بيركب فيه.